خلوني في البداية أعرض لكم شوية صور للفنان الكبير فؤاد المهندس، لأن الموضوع النهاردة يخصه. تعالوا نشوف أول صورة معانا ونفتكر الذكرى دي. أول صورة معانا عم فؤاد. مين معاش طفولته على عم فؤاد؟ البرنامج اللي كان بيرجعنا لذكريات زمان وبيعلمنا القيم والمبادئ، له ذكريات كبيرة. أما الصورة التانية خلونا نشوفها سوا. البرنامج الإذاعي الشهير كلمتين وبس. أعتقد إن مفيش حد فينا ملوش ذكرى وتعلم قيمة معينة من البرنامج العظيم ده. أما الصورة الثالثة من مسرحية سك على بناتك، المسرحية اللي كانت بتوقعنا من الضحك ولسه لحد دلوقتي بنفتكرها وبنضحك عليها. أعتقد ما بيمرش عيد أو مناسبة غير والتلفزيون المصري بيعرض المسرحية دي، وكلنا بنضحك لحد دلوقتي على المسرحية دي، عمرنا ما زهقنا منها. أما الصورة الرابعة صورة مجمعة فيها أعمال الفنان العظيم ده، ربنا يرحمه ويرحم كل فنان قدم لنا قيمة. خلونا النهاردة أحكي لكم قصة تخص الفنان الكبير فؤاد المهندس. كنت أول مرة أشوف الفنان الكبير فؤاد المهندس بيبكي قدام الكاميرا لما سأله الأستاذ مفيد فوزي وقال له: هل الإنسان له بطاريات زي الحنان والراحة النفسية والحب والطمأنينة؟ رد عليه الفنان فؤاد المهندس وقال له: طبعا، والدلع كمان. أنا أتدلع أبقى كويس. أنت عارف إن أنا بدلع نفسي كل يوم؟ أنا مش لاقي حد يدلعني، بقعد أبص لنفسي في المراية وأقول: إيه الحلاوة دي؟ إيه يا فؤاد؟ هتعمل إيه النهاردة؟ وأبص لنفسي وأبص لعيني وأبص لملامحي. أنا بدلع نفسي يا مفيد. الحنان بيديني طاقة، الحب بيديني طاقة، كل الحاجات الأمينة دي اللي فيها رفاهية العواطف، ده بيخليني في أحلى أوقاتي، وهو ده سر قوتي في الحياة. رد عليه الفنان أو الإعلامي الكبير مفيد فوزي وقال له بطريقته الشهيرة: أنا بحاول أكتم انفعالاتي لأني مش متخيل إطلاقاً إن فؤاد المهندس هذه القمة المصرية العربية بيدلع نفسه. يعني فؤاد المهندس مفيش في حياته حد يدلعه ويهننه ويطلع كل اللي في قلبه من مخزونه. رد عليه فؤاد المهندس بوجع وقال له: أنا ما لقيتش حد يدلعني يا مفيد، مفيش حد بيستناني على الغدا. وهنا بكى فؤاد المهندس، عيط بصوت، وحس بوحدة قاتلة انعكست عليه وعلى ملامحه. وكمل وهو بيحاول يتمالك نفسه بصوت مرتعش وقال: أيوه، أنا بدلع نفسي. أمي كانت بتدلعني، وأبويا وكل القريبين مني عارفين إني بنتج لما أحس بالحنان والدفى. لكن فجأة ما لقيتش كل ده، ولقيت نفسي وحيد، باكل لوحدي وبشرب لوحدي وبعمل كل حاجة لوحدي. سأله مفيد فوزي وقال له: يعني زراير القميص لما بتتقطع مين بيعملها لك؟ رد فؤاد المهندس بكثرة وقال له: ما بلاش السؤال ده يا مفيد، بلاش.